في حاجات لما بتحصل حوالينا بنعديها كده وخلاص، بنقول عادي يمكن صدفة، بس الحقيقة مفيش حاجة بتحصل من فراغ. من كام أسبوع بدأت صور غريبة تنتشر على السوشيال ميديا، دبابات مصرية، مدرعات وصواريخ متطورة على حدود غزة. الإعلام العبري اتجنن وقال إن مصر بتنشر صواريخ من طراز S-300، واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم، وعلى مسافة قريبة جدا من الحدود. المنظومة دي بتقدر تتتبع 6 أهداف في نفس الوقت وتضربهم بصواريخ موجهة، وسرعة الصاروخ فيها بتوصل ل6 أضعاف سرعة الصوت. يعني الطيارة اللي تفكر تدخل المجال فرصتها في النجاة تكاد تكون صفر، ومدى الصواريخ بيوصل ل 300 كيلومتر، وده بيخليها تغطي مساحات كبيرة على الحدود. طب ليه؟ وليه دلوقتي؟ الناس بدأت تتكلم والسيناريوهات اتطرحت. هل دي مجرد تدريبات عسكرية؟ ولا مصر بتبعت رسالة؟ ولا في مواجهة قريبة؟ في الفيديو ده هحكي لك القصة كاملة وبالتفاصيل. هقول لك ازاي التحركات دي مش وليدة اللحظة، وازاي ورا كل خطوة في حسابات معقدة وسياسة وتحالفات ورسائل بتتبعت من غير ما تتقال. ركز معانا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. بالمناسبة على سيرة الحكايات، احنا بدأنا قناة جديدة اسمها الحكاية كده، بنحكي فيها كل الحكايات الغريبة والعجيبة اللي حصلت واللي لسه ناس كتير ما تعرفهاش. لو بتحب القصص الغريبة والمواضيع اللي بتخليك تقول مستحيل، يبقى لازم تزور القناة وتشترك. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. تعال نرجع لورا شوية. في سنة 2015 مصر كانت في مفاوضات مع روسيا علشان تشتري منها منظومة الدفاع الجوي S-300، وفعلا الصفقة تمت. والإعلام العبري وقتها حاول يهون الموضوع وقال إنها مش بتمثل تهديد حقيقي لإسرائيل. بس قائد سلاح الجو الإسرائيلي وقتها قال جملة محدش خد باله منها: المنظومة دي هتبقى تحدي استراتيجي كبير لقواتنا الجوية. السنين عدت والمنظومة اتسلمت واتخزنت، ومحدش كان يتوقع إنها تظهر دلوقتي. لكن دلوقتي ظهرت وبقوة. الصورة اللي اتسربت من الأقمار الصناعية بتقول إن مصر مش بس نشرت المنظومة، لأ، دي كمان نشرتها بشكل يغطي طول الحدود تقريباً، خصوصاً في المناطق اللي على محور فيلادلفيا، المنطقة الحساسة اللي كانت دايماً تحت المراقبة. وأرقام غير رسمية بتقول إن الجيش المصري نشر أكتر من 200 دبابة ومدرعة، وده أكبر حشد حصل على الحدود من وقت توقيع اتفاقية كامب ديفيد. طب ليه مصر قررت تتحرك دلوقتي؟ وهل فعلاً في تهديد حقيقي؟ ولا ده مجرد استعراض قوة ورسالة سياسية؟ اللي حصل بالتزامن كان غريب جدا. في نفس توقيت نشر القوات كان في زيارة مفاجئة لرئيس وزراء إسرائيل في أمريكا، وكان بيقابل ترامب. تقارير اتكلمت عن إنهم ناقشوا التحركات العسكرية المصرية، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول يقنع الإدارة الأمريكية إن التحرك ده مقلق جدا. لكن مصر ما ردتش بالكلام، ردت بالفعل. زودت قواتها ونشرت كمان تغطية جوية للمنطقة باستخدام نفس المنظومة بعيدة المدى. الرسالة كانت واضحة: إحنا بنأمن حدودنا، وأي محاولة للمساس بأمننا القومي هتقابل بقوة. بس الموضوع ما انتهاش هنا. في نفس اليوم اللي كانت إسرائيل بتحاول تضغط على أمريكا، كانت مصر بتستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبال رسمي كبير، وكل الإعلام ركز على الزيارة. بس اللي محدش خد باله منه إن الزيارة دي كانت أقوى رد سياسي على الضغط الإسرائيلي. ليه؟ لأن فرنسا كانت من أوائل الدول اللي أبدت رفضها التام لفكرة تهجير الفلسطينيين أو المساس بوضع غزة، وماكرون بنفسه قالها: إحنا بنرفض أي مشروع لضم غزة وبنرفض التهجير القسري. وده مش تصريح دبلوماسي عابر، ده موقف رسمي من واحدة من أقوى دول أوروبا، بيتقال من قلب القاهرة. وطبعا ماكرون ما جاش القاهرة وبس، ده كمان راح العريش وشاف الوضع بنفسه، وقابل ناس من غزة لأول مرة، وخرج بعدها بتصريحات قوية جدا.
قال فيها إن العالم مش شايف الكارثة اللي بتحصل، وإن اللي بيحصل في غزة مش مشروع عقاري زي ما البعض بيحاول يصوره، والكارثة اللي بيتكلم عنها مش صغيرة. عدد سكان غزة حالياً أكتر من 2.3 مليون نسمة، محاصرين في مساحة 365 كيلومتر مربع، واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم. والمنظمات الدولية بتقول إن عدد الضحايا خلال الشهور الأخيرة تجاوز 35,000، و70% من السكان بقوا نازحين داخلياً. الزيارة دي لوحدها قلبت الموازين، خلت الموقف الأوروبي يتغير، وفتحت الباب لسيناريو جديد، اعتراف دولي محتمل بدولة فلسطينية، خصوصاً بعد ما فرنسا لمحت إنها مستعدة تعترف بدولة فلسطين رسمياً. ولو حصل ده هتكون فرنسا أول قوة أوروبية كبرى تاخد الخطوة دي، وده ممكن يفتح الباب قدام دول تانية. وده كله حصل في نفس الوقت اللي الجيش المصري كان بينشر صواريخه على الحدود. يعني إيه؟ يعني مصر بتتحرك على أكتر من جبهة. من ناحية بتأمن حدودها عسكرياً وبترسل رسالة ردع واضحة، ومن ناحية تانية بتقود تحرك دبلوماسي ذكي جداً وبتكسب دعم دولي غير مسبوق. وزي ما تم الإعلان، الزيارة دي كمان نتج عنها صفقات تعاون اقتصادي مع فرنسا بقيمة 1.8 مليار يورو، وده بيعكس حجم الثقة الدولية في مصر. لكن في وسط كل ده كان في تحركات تانية بتحصل في صمت. مصر شغالة في صيانة وتوسيع مطارات سيناء بشكل غير مسبوق. في خلال السنين الأخيرة تم تطوير أكتر من 6 مطارات عسكرية ومدنية في شمال ووسط وجنوب سيناء، ده غير شبكة الطرق اللي بقت تغطي أكتر من 1200 كيلومتر وبتربط كل النقط الحيوية في المنطقة. اللي يتابع ده كويس يعرف إن في تجهيزات بتتعمل مش لمجرد الردع، لكن كمان للسيطرة والتحكم السريع في أي سيناريو طارئ. في كمان تدريبات عسكرية مشتركة بتتعمل بشكل مستمر مع دول زي فرنسا وروسيا والإمارات، تدريبات بتركز على الحرب في المناطق الصحراوية والاقتحام والتعامل مع العمليات النوعية. كل ده بيقول إن في سيناريوهات كتير الدولة المصرية بتحطها في اعتبارها، من أول حماية الحدود لحد إمكانية التعامل مع أي تصعيد مفاجئ. وفي الوقت اللي الإعلام العبري بيتكلم عن القلق من الانتشار العسكري المصري، في مراكز أبحاث في تل أبيب بتحذر من حاجة أهم، إن مصر بقت دلوقتي قادرة على التأثير مش بس بالجيش لكن كمان بالتحالفات. يعني لو مصر حركت الموقف الأوروبي ناحية فلسطين وضمنت دعم دول زي فرنسا وأسبانيا، فهي مش بس بتمنع المواجهة، لأ دي كمان بتغير خريطة الشرق الأوسط. الخريطة اللي سنين كانت بتترسم من واشنطن وتل أبيب، دلوقتي مصر بترسم فيها بالقلم العريض. وفي النهاية مصر بتبعت رسالة مفادها: السلام اختيار بس القوة مش غايبة. احنا هنا مش بنهدد بس كمان مش هنسكت. اللي حصل على الحدود مش مشهد عابر ولا لقطة للتصعيد، ده تحرك محسوب ومدروس وفي توقيت حساس جدا. هل هيعدي الموضوع كده ولا الأيام الجاية هتحمل مفاجآت؟ خلي عينك دايما على اللي بيحصل، لأن في عالم السياسة اللي بيتقال مش دايما هو الحقيقة، لكن اللي بيتنفذ على الأرض هو ده اللي بيكشف كل حاجة. ووسط كل ده لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: إزاي مصر قدرت في ظرف كام سنة تقلب المعادلة كده؟ السر في الموضوع مش بس في السلاح لكن كمان في الرؤية. مصر من 2014 وهي بتشتغل على بناء قوة شاملة، مش بس عسكرية لكن كمان اقتصادية وبشرية. التنمية اللي حصلت في سيناء والاستثمارات اللي دخلت والطرق والمشروعات كانت كلها شغل على مدى بعيد، ولما جه وقت الجد كانت الدولة جاهزة تتحرك بسرعة وبشكل متوازن. وعلشان كده اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد استعراض، دي نتيجة تخطيط استراتيجي طويل المدى. دولة بتبني وتخطط، ولما تحب تتحرك بتتحرك بثقة. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا انك كملت معانا لاخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي، سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.